كلمة تنمر كمصطلح موجود من قريب يعني مش من بعيد، ولكن الفعل والأكشن فهو موجود من إيه، من زمان، بس إن الكلمة تبقى ظاهرة وإن الناس تقول ده بيتنمر عليَّ، ده بيتنمر على ابني، ده كمصطلح في مجتمعنا طالع جديد. مش عارفة أنتم سمعتوا قبل كده عن كلمة التنمر الناعم والّا لأ؟ تعرفوا يعني إيه تنمر ناعم والّا لأ؟ التنمر الناعم أشكال وأنواعه كتيرة زي أنواع التنمر العادية، ولكن التنمر الناعم في الشغل ده حوار تاني خالص. أنا شخصيًا اتعرضت له في فترات حياتي على مدار أشغال كتير، وبيوصل الواحد إن هو ممكن إنه يشكك في نفسه. التنمر الناعم بتبقى أنت كشخص متفوق شاطر، بتؤدي شغلك على أكمل وجه، مالكش في الحوارات والكلام الكتير، وحد دايركت كده ويشتغل في صمت. فبتلاقي مجموعة كده جميلة حلوة كده بتتكاتل حواليك. آآ في الإيفنتات ما بتبقاش مدعو ليها، في التصوير ما يجوش يتصوروا معاك، في القعدات والأكل ومش عارف إيه والgathering والevents بيحاولوا إن هم إيه، يستقصوك، يبعدوك. يتكلموا عليك من وراك، في ضهرك، يتقال عليك كلام مش تمام، يبيّنوا للناس إن أنت مش أحسن حد ومش أحسن حاجة. ف لمّا واحد بيبقى بيتكلم ما عادي، لمّا 2 بيبقى بيتكلموا ممكن تعدّي، إنما لمّا تلاقي مجموعة أفراد عاملين عليك كده زي تكتُّل وعصابة، فالوضع بيبقى إيه بقى، بيكون صعب، ما بيكونش الوضع سهل. فاللي ما كانش بيبقى مصدّق ممكن يصدّق، لدرجة إنك أنت شخصيًا بتشكِّك في نَفْسك، بتيجي لك لحظة كده بتشكِّك في نَفْسك إنك أنت فعلًا أنا وِحِش زي ما هُم ما بيقولوا، أنا ما باعملش زي ما هُم بيقولوا، هل أنا كذا؟ فده نوع من أنواع التنمُّر الناعم، علشان ما يبيّنوش عيوبهم وقصورهم وضعفهم في المجال الشغل اللي أنت بتبقى فيه، بيحاولوا إن هُم يطلّعوا الناس الكويسة إيه، هي اللي وِحشة. فخلّي بالك من الموضوع ده، واوعى تشكّك في نَفْسك أبدًا، طالما إنّك أنت اللي بتعمل اللي عليك، بترضي ربنا، بتؤدّي شغلك على أكمل وجه، ولا يهمك بقى تنمُّر ناعم ولا غير ناعم ولا زعيق ولا مش زعيق، مش عاجبك الشغل على قفا من يشيل. وعلى فكرة اللي بيرزق ربنا مش حد تاني. وشكرًا.